رجع لنا من تاني احلى واقوى دوري في العالم. ولو الاسبوع الاول من الدوري الانجليزي البريمير ليج دل على حاجه، هي انه هيكون موسم رهيب مليان بحماس ودراما ملهمش زي. بالرغم من ان حاجات كتير في الاسبوع الاول ما اتغيرتش، محمد صلاح لسه شغال في كسر الارقام القياسيه كلها بتاعه الدوري الانجليزي. ارسنال ومانشستر سيتي لسه شكلهم الفرقتين اللي ممكن ينافسوا على الدوري، والحكام الانجليز لسه شكلهم ما عندهمش فكره. في حلقه النهارده هتكلم عن ارقام محمد صلاح، ليه بوكايو ساكا هو خليفته في الدوري الانجليزي. هقول لكم الثلاث اسباب اللي هتخلي مانشستر سيتي ما يكسبش الدوري. ولكن قبل كل ده هبدا بفقره ناوي اعملها كل اسبوع عن اخطاء الحكام في الدوري الانجليزي، وهسميها حكم ما شافش حاجه. في ماتش نيوكاسل وساوثهامبتون الحكام قرروا ان لمسه الراس البسيطه دي تستاهل كارت احمر لفابيان شار. في الوقت نفسه في ماتش ارسنال وولفز الحكام قرروا انك عادي جدا تخنق لعيب تاني طالما مش هتموته، وعادي جدا برضو المضحك جدا بقى ان نفس اللاعب اللي عمل الحاجتين دول خلص الماتش من غير حتى كارت اصفر. اما في ماتش تشيلسي ومانشستر سيتي الكوره دي ما اتحسبتش ضربه جزاء. عشان ايه هو اصلا قانون لمسه اليد؟ متهيألي محدش في العالم عارف. ليفربول لعب اول ماتش له بعد عهد يورجن كلوب، وبصراحه الشوط الاول ما كانش شكلهم قد كده، ولكن في الشوط الثاني الاداء اتحسن كتير، بالذات بعد ما محمد صلاح ولعها. صلاح خلص الماتش بجون واسيست، وبيهم بقى كده مسجل وصنع في نفس الماتش في 32 مباراة في الدوري، والرقم ده بيجي في المركز الثاني في تاريخ الدوري كله بعد وين روني اللي عملها 36 مرة. وصلاح كده بقى اكتر لاعب في تاريخ الدوري يسجل اجوان في الماتشات الافتتاحية للموسم ب9 اجوان، وبيعدي بالجون اللي جابه ده فرانك لامبرد، ألان شيرر، وين روني اللي عندهم 8. بجد مفيش حاجة جديدة الواحد يقدر يقولها على محمد صلاح غير انه من غير اي تحيز لو قدر انه يكسب دوري مرة كمان مع ليفربول هيبقى مش بس واحد من احسن اللعيبة في تاريخ الدوري الانجليزي، ولكن بجد احسنهم. من بداية الموسم اللي قبل اللي فات اللي هو 2022-23 2 لعيبة بس في الدوري كله مسجلين 30 جون وصنعوا 20 او اكتر، هم محمد صلاح وبوكايو ساكا. ساكا هو راقة في ماتش ارسنال سجل وصنع في نفس الماتش، وبجد لو ارسنال في يوم من الايام هيكسب الدوري الانجليزي هيكون اللاعب ده هو السبب في الفوز. لو جينا بصينا على كل اللعيبه اللي تحت سن 23 سنه على مدار تاريخ الدوري الانجليزي كله هنلاقي ان ساكا كان له يد سواء سجل او صنع 84 جون لارسنال، وبيجي في المركز الاول في كل اللعيبه اللي على مر تاريخ الدوري تحت سن 23 سنه. بيجي بعده في المركز الثاني بوكايو ساكا برضه من غير ما نحسب اول موسمين له مع الفريق ب 78 جول. وتخيلوا بقى ان في المركز الثالث بيجي الاسطوره كريستيانو رونالدو ب 77 جول. في اخر 15 موسم 3 مرات بس الفريق اللي كسب الدوري ما كانش عنده لاعب مسجل 20 جون او اكتر. بوكايو ساكا الموسم اللي فات كان مسجل 16 جون، اللي قبله 14 وقبليهم 11. عادي جدا ومتوقع ان ساكا الموسم ده يعدي ال 20 جون دول مستريح، ولو عمل كده ارسنال هيكسب الدوري. بالرغم بقى ان هم كسبوا تشيلسي، ولكن انا جاي اقول لكم ليه مانشستر سيتي مش هيكسب الدوري السنه دي. اول سبب ان هم اصلا مش احسن فرقه في الدوري. الدراسات في احصائيات الكوره اثبتت ان احسن معيار لمستوى الفرق هو مزج ما بين الفرق في الاهداف المتوقعه بنسبه 70% زائد 30% فرق الاهداف اللي بجد. وعلى المعيار ده في ال8 سنين اللي جراديولا كان فيهم مع مانشستر سيتي كان احسن فريق في الدوري في كل المواسم دي، بما فيهم اول موسم له مع الفريق اللي كان لسه اصلا ما ظبطش الفرقه، وبما فيهم حتى الموسم اللي ليفربول كسبوا فيه الدوري كان مانشستر سيتي برضه اعلى من ليفربول في المعيار ده. المره الوحيده اللي مانشستر سيتي ما كانش احسن فريق في الدوري في القصه دي كانت الموسم اللي فات، وكان بيجي في المركز الثاني بعد ارسنال. فغير متوقع خالص ان مانشستر سيتي بنفس المستوى ده يكسب الدوري الموسم اللي جاي. تقول لي وايه يعني ما ممكن مانشستر سيتي يتحسن الموسم الجاي؟ اقول لك هو اي حاجه ممكنه، ولكن الاحصائيات التنبؤيه بتقول ان ده مش هيحصل. تاني سبب هو من اكبر عوامل فوز سيتي بالدوري الموسم اللي فات كان اللاعب في الفودن وبالاخص اجوانه، ولكن اللي فودن عمله ما كانش طبيعي. فودن كان معدي اهدافه المتوقعه ب9 اجوان، ودي الحاجه اللي ما بتحصلش ومفيش لاعب في العالم على مر التاريخ عرف يكررها موسمين ورا بعض. تالت سبب بقى ان معظم لعيبه سيتي سنهم 29 او اكتر. برناردو سيلفا، دي بروينا، اكي، رودري، ستونز، ووكر، لعيبه كتير جدا. ففي احسن الظروف اللعيبه دي مستواها ممكن يثبت، ولكن الطبيعي ان مستواها يقل واصاباتها تزيد. في الوقت بقى اللي ارسنال العكس تماما. ارسنال باستثناء 3 لعيبه بس
كل الفرقه ما بين سن 23 ل 28 سنه، اللي بنعتبره سن الذروه للاعيبه الكوره، او اللي بنسميها البيك بتاعه. ده السن اللي لعيبه الكوره مش بس بيوصلوا لاعلى مستوى ليهم، ولكن المستوى ده بيفضل يتحسن. في الاخر عايز اقول ان كل اللي انا بقوله ده على فكره مش بيسري على ارسنال بس، ده ليفربول كمان. هو بس مشكلتهم ان معاهم مدير فني جديد، فشويه الموضوع ده بياخد وقت لغايه ما يطبق خططه وتكتيكه، وانهم لسه ما عرفوش يجيبوا اللاعب اللي بجد محتاجينه، وهو لاعب خط الوسط المدافع. فما تستغربوش خالص ومن غير تريقه ان في اخر الموسم مش بس ان مانشستر سيتي ما يكسبش الدوري، ولكن يجي في المركز الثالث بعد ارسنال وليفربول. يعني يمكن. خلونا نحلم واشوفكم الحلقه الجايه.